عبد الله جمعة قضية جديدة في الطريق لنادي الزمالك بقيمة 27 مليون جنيه أي 500 ألف دولار مع المحامي أنيس بني. استعدوا لهذه القضية. اتفضل يا دكتور. كابتن، اللي بيحصل ده مهزلة، يعني ده مهزلة بكل المقاييس. حضرتك برضه بتتكلم في مشاكل نادي الزمالك، أنا عايز أقول لك إن مشاكل النادي الأهلي ومشاكل نادي الزمالك كلها غلط، سواء هنا مشاكل إدارية وهنا مشاكل إدارية. اللي بيعملوه ده سواء الإدارة دي، مع احترامي ليهم جميعا، سواء إدارة النادي الأهلي أو إدارة الزمالك. إدارة الزمالك عندها وقف قيد، عندها مشاكل مالية، عندها لعيبة عشان خاطر بتمشي بسبب 30,000 دولار و20,000 دولار. دي ناس للأسف أنا متأكد إن هم ما قعدوش مع بعض وطلعوا بحل. هم بيقعدوا مع بعض ومفيش حلول، مجرد بس هم قعدات. ودايما أنا بتكلم يا جماعة، التطوع في الإدارة ده غلط. النهارده لما تبقى أنت رايح متطوع لنادي لازم تتفرغ له. فكرة ان انت تروح النادي وكم المشاكل دي تيجي وجمهور الزمالك نفسيا تعب. لما جمهور نادي الزمالك طالع عامل ملحمة في دوري عام وفرقة خدت الدوري، ايه كم المشاكل اللي ورا بعض دي؟ على الجانب الاخر ادارة النادي الاهلي عندها مشاكل برضه كارثية، لكن عندهم فلوس بس برضه غلط، ادارة غلط. وهنا لو جيت قيمت الاداره في سواء الاهلي والزمالك، القطبين المهمين، شوف انت حضرتك بتجيب كام محامي؟ احنا كل ما نيجي جايب لي محامي، سواء في هنا في الزمالك حتى النادي الاهلي. تعال بص على ريبيرو، بص على تروب ده عنده 6 مليون دولار، عنده مدرب الحراس. ايه كم الفلوس اللي في النادي الاهلي دي هم بيرموا الفلوس دي عشان كتيره بيرموها في الشارع مثلا؟ طب ما تعملوها لله. الفلوس دي ما ادوا للناس برضه فلوسها. اداره الزمالك ما فيهاش فلوس، اداره النادي الاهلي معاها فلوس وبرضه عندهم مشاكل اداريه. فلو جيت قيمت المشهد هتلاقي النادي الاهلي اداريا صفر ونادي الزمالك برضه اداريا صفر، لكن هنا مفيش فلوس ويقول لك انا هجيب منين، وهنا في فلوس وبيدوروها غلط. طب ما تخليك في ورقتك، لا مالكش دعوه بالاهلي. لا، ما احنا كل الورق دلوقتي دخل في بعضه. ما النهارده لما تبقى الحلقه كلها على مشاكل نادي الزمالك، طب تعالى كلمني على مشاكل النادي الاهلي. واحد زي حسين الشحات ده، لاعب مهم جدا في النادي الاهلي. والد زيزو مع احترامي ليه خد سمسره من ورا زيزو بقيمه عادي حسين الشحات. يعني انت انا لا اقبل هذا الكلام. لا انا هو انت يا ابني اي تطبيل وخلاص. الاهلي ايه اداريا صفر. النادي الزمالك اللي عليه اكتر من 18 قضية في الفيفا، لدرجة ان الفيفا عامل له ايقاف قيد فترتين تأديبا لنادي الزمالك علشان كمية القضايا اللي عليه وكمية الفلوس والمديونات اللي عليه. يا ابني انت اي كلام في الفاضي وخلاص، اي كلام بتقوله على النادي الاهلي اللي طبعا ملوش مفيش اي